ازيكم يا حبايبي؟ النهارده ان شاء الله هعمل جلاش بالكنافه بطريقه حلوه قوي وسهله قوي، وبنشتري من بره غالي. هنعمله في البيت باقل التكاليف وسهل جدا وطريقته سهله. تعالوا معايا. معايا ربع كيلو من الكنافه انا مجمداه قبليها بيوم، وهحط عليه حوالي ربع كوبايه سمنه، وهكسره كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هحطه في الفرن. ومش هديله لون، يعني هخليه اللون اللي انتوا شايفينه ده، خليه بس يعني يغير لونه شوية، لكن ما يحمرش قوي عشان ما يبقاش تقيل في الاكل. وهحط دلوقتي عليه شربات من شربات الحلويات اللي احنا هنسقي بيه دلوقتي برضو، وشوية مكسرات لو عندك، فول سوداني، زبيب، اي حاجة عندك حطي، ما عندكيش خلاص خليه سادة كده عادي. وبعد كده اقلبه، يعني هحط شربات، يعني هحسه كده اتبل معايا او مسك نفسه شوية. بعد كده معايا الجلاش فردته كده، هفرد ورقة ورقة، وبعد كده هدهن زبدة، وبعد كده اتني ربع الورقة. شوفوا دلوقتي كل حاجة. تنيت الربع كده زي ما انتوا شايفينه، وبعد كده هحط الكنافة. حاجة سهلة جدا وسريعة، ما بتاخدش وقت على فكرة، وطعمها جامد جدا، وهتجربوا وتشوفوا برضو. بعد كده هلف كده، لفي وخليه جامد في ايدك. وبعد كده هقطع على 4. تشوفوا كل حاجة دلوقتي. وهرص في صينية او صاج مدهون سمنة، وعلى الوش هندهن سمنة كده، يعني المقدار كله ممكن ياخد منك كوباية وربع سمنة. في فرن انا سخنتها، وبعد كده يعني فرن ما تكونش سخنة قوي قوي قوي، لا هتكون يعني متوسطة. واحط الصينية واسيبها براحتها. بالنسبة للشربات انا عملته معاكم قبل كده، بس هقول لكم عليه: كوباية ونص من المية، وكوباية ونص من السكر، ونص ليمونة. وبعد كده هرفعه على النار، وهسيبه 10 دقايق بعد الغليان، بس مش اكتر من كده. قرمشة جميلة من بره وطري وجميل من جوه، طعمه حلو قوي. وبالهنا والشفا.